بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وحشوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بالخير يا رب، والصحه والسعاده والستر وراحه البال، ورمضان كريم عليكم. هنسمي بسم الله ونخش على الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، ده كان فطار تالت يوم، بس هو منزلش تالت يوم نزلتلكوا اللي هو رابع يوم. ايه اللخبطه دي؟ يعني عايزه اقول لكم الفطار ده انا عملته بس ما صورتوش معاكم. صلي على الرسول كده ونسمي بسم الله ونكمل الفيديو مع بعض، عشان انا ما عملتش الفطار ده معاكم، عملت حاجه تانية معاكم في الفيديو، بس وريتكم الشكل النهائي بتاع الفطار. لان في اليوم ده انا كنت مستعجله وكان عندنا ظروف وكان عندي مشوار ساعه الفطار، فبقيت مستعجله عايزه اخلص الاكل وارصه واجهزه. وقلت بقى اما اخد لكم لقطتين كده عشان اوريكم يعني ان انا عملت الفطار بتاعنا النهارده كان ايه. هبقى قلت يعني ايه ابقى ادمجه كده مع اي فيديو هنزله، واقول لكم واعرفكم ان ده كان فطارنا تالت يوم. لكن الفيديو اللي فات ده كان فطار رابع يوم اللي هو اول امبارح يعني. المهم يعني ما علينا، مش عايزه الخبطكم معايا وبرجلكم اي يوم وخلاص. كله فطار. المهم كنت عامله ملوخيه خضراء ورز بشعريه وفرخه وسلطه، كله فضل ونعمه من عندك يا رب. كل يوم حاجه كده. عايزه اقول لكم ان انا ايه يعني في رمضان بالذات مش بحب اعمل اصناف كتير ولا كذا نوع ولا كذا صنف. ليه؟ لان كل يوم عايزين جديد، كل يوم عايزين اكله جديده. حتى لو انت عامله 20 صنف وطبعا كله مش هيتاكل وكله مش هيخلص في نفس اليوم، هيبات منك. اللي بايت ده عمرهم ما هيرضوا ياكلوه حتى لو انت عامله فيه ايه. هم عايزين اكل جديد، ما يكونوش واكلينه لسه امبارح او لسه واكلينه اول، لا. فاحنا ايه كل يوم كده بنعمل حاجه واحده، نوع واحد، صنف واحد. الشهر 30 يوم، كل يوم اكله شكل فيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطوا لايك يا جماعه، اللي ما حطش لايك يحط لايك بالله عليكم، حطوا لايك. واللي ما اشتركش في القناه واول مره يزورني، اهلا وسهلا بيكم. وجودكم على راسي من فوق، احلى اخوات في الدنيا. ربنا يبارك فيكم يا رب وما تحرمش منكم ابدا ولا من دعواتكم الجميله وتعليقاتكم الحلوه. بصراحه يعني عايزه اقول لكم الفيديو اللي فات ده تعليقاته حلوه جميله ولايكاته جميله اجمل واجمل. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. واهلا وسهلا بالناس الجداد اللي شرفوني ونوروني واشتركوا عندي في القناه. لسه جايين عندي جداد يعني، نورتوني وشرفتوني ووجودكم على راسي. يا رب دايما كده مكملين مع بعض للاخر ونكبر سوا مع بعض. اللي ما اشتركش في القناه بقى يا جماعه ولسه داخل جديد يشترك كده ويكتب لي ان هو اشترك لي، وانا اروح له واردها له باذن الله. قلت بقى اكمل لكم بقى الفيديو. نعمل ايه؟ نعمل صينيه كنافه. عايزه اقول لكم نص كيلو كنافه ده عندي بقى له قد ايه، من قبل رمضان بكتير والله العظيم. كنت جايباه اصلا على اساس هعمله قبل رمضان بحبه كده، بس جبته وحلفته في الفريزر كده وسيبته نسيته خالص. فقلت بقى ان الاوان بقى خلاص، رمضان جه بقى له داخل على اسبوع اهو، النهارده السادس. يعني بكره يبقى له 7 ايام. قلت بقى لا، ما بدهاش بقى انا الاوان بقى نعمل. الناس كلها عملت كنافه وعملت قطايف واحنا لسه ايه. على فكره احنا ملناش في الحلو قوي يعني، في الحاجات الحلويات دي قد كده، فعشان كده تلاقيني يعني ايه مش بفكر في الحلويات كتير. قلت بقى ايه هجيبه واعمله. هنعمله كنافه، صينيه كنافه عاديه خالص زي بتاعه ستي وستك وامي وامك. كنافه بالمكسرات عاديه خالص بابسط طريقه. بعد كده ان شاء الله هعملها لكم بالكريمه. بعد كده اعملها لكم بالمانجا اللي انتوا حابينه. أنا عندي المانجا على فكره مفرزاها ومقطعاها يعني مكعبات كده، وحطها في الفريزر للحلويات برضو. تمام. فان شاء الله هعملها لكم بعد كده برضو بالمانجا واعملها لكم بالكريمه. فين اللايك؟ مين اللي نسي يحط لايك؟ مين اللي قاعد بيشاهدني لحد دلوقتي وما حطش لايك؟ فبالله عليكم اللايك، وكتروا من التعليقات بتاعتكم ودعواتكم الجميله. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب.
هنا بقى طبعا انا جبت النص كيلو كنافة من الفريزر، ونزلت عليه فركته كده فتفته معلش اعذروني. زي ما شفتوا كده، وجبت حوالي مج من السمنة، المج اللي شايفينه العادي بتاع الشاي ده. لو حابة تقللي عن كده ومش حابة السمنة كتير مفيش مشكلة، يعني ايه تقللي عادي مفيش مشكلة. اللهم صل على النبي. ولو عندك سكر بودرة، حطي حبة معلقتين كبار من السكر البودرة، يخلي لونها كله موحد، بيخلي لونها حلو. اي مكسرات بقى عندك، انا بصراحة بعت جبت ده الزبيب وجوز الهند والسوداني، ده جبتهم من المقلة، يعني جبت الحاجات دي من المقلة عبال ما ابقى اخرج وكده. وزي ما انتم شايفين كده نص الكنافة تحت، ونضغط عليها جامد بايدينا، وبعدين نحط النص التاني، وبعدين نحط المكسرات ولا ايه، وبعدين النص التاني. اكيد يعني كلكم شطار، وبصوا يعني بتعملوا احسن مني والله العظيم 3، يعني بشوفكم بتعملوا حاجات احسن من كده، بس انا بوريكم يومي وبوريكم انا عملت ايه في مطبخي النهارده، ولعل وعسى يعني حد يستفيد مني بحاجه. في بنوتات صغيرين، في ستات بيوت قسما بالله، يعني مش عايزه اقول لكم مش بيعرفوا يعملوا الحاجات ديت، والحاجه ديت يعني الناس ديت انا اعرفهم شخصيا، مش بيعرفوا يعملوا الحاجه دي خالص ولا لهم فيها، وممكن يعملوها وتطلع فاشله معاهم، متطلعش مظبوطه. فلعل وعسى ان احنا ايه نقدر نفيد حد منهم ولا حاجه، حد يخش يتفرج كده بالصدفه يستفيد مننا. هي حاجه بسيطه صحيح، بس يعني ايه الطرق بتاعتي بسيطه خالص وسهله، بس يعني ايه بتفيد ناس كتير، في ناس كتير بتستفاد منها. اللي على دار المعلقه ده انا رفعتها كده عشان كان مكان ما كنت عصره الليمونه. عايزه اقول لكم ان انا عملت الشربات من قبل ما ابدا معاكم التصوير، ومن قبل ما ابدا اعمل في الكنافه. كوبايتين مجين 2 سكر، عليهم مجين 2 ميه، من غير ما احط المعلقه فيهم، من غير ما اقلبهم. يغلوا كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، وبعدين نعصر عليهم عصره ليمونه، وكيسين 2 من الفانيليا، من 10 دقايق لربع ساعه. ده شكل الكنافه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. بصوا شكلها بقى، يعني عايزه اقول لكم وشها انا خليت وشها يبقى احمر قوي، حابه وشها يبقى احمر قوي عشان بعد ما بتشرب الشربات لونها بيفتح شويه، بس وشها طلع احمر عن القعر بتاعها يعني. صلوا على الحبيب المصطفى يا جماعه في الكومنتات، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ان شاء الله هعمل لكم القطايف برضو، وعاملاها معاكم قبل كده في رمضان اللي فات، من اول العجينه لحد الحشوه، يعني سهله وبسيطه خالص القطايف. بصوا هنا بقى فاتحه ازاي، بس لونها حلو، لونها ذهبي كده جميل، ده لونها. قلبتها بقى على الصينيه عشان اعرف اقطعها. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اي بقى مكسرات عندك، اي حاجه حابه تزيني بيها الكنافه بتاعتك، انا بصراحه اللي لقيته مناسب عندي هو جوز الهند، يعني ايه يديها شكل كده كمان هو ابيض وهي لونها اصفر ذهبي. فقلت حاجه بس كده منظر، لو انت عندك ضيوف ولا حاجه وهتقدميها يعني. اي نوع مكسرات عندك تزيني بيه، مش حابه مفيش مشكله، حلوه خالص من غير اي حاجه. ده كده شكل الكنافه بتاعتنا بعد ما قطعناها اهيت. هو كمان نص كيلو، تحس ان هي يعني رقيقه، الطبقتين رقيقين خالص، بس حلوه احسن ما تكون عاليه او تخينه وكده. بوريكم شكل المكسرات من جوه ما بين الطبقتين يعني. بس كده، ده كنت باخد حته دو، احنا على فكره كنا بعد الفطار، كنت بعملها بعد الفطار، لان قبل الفطار مش هينفع اعمل اي حاجه حلوه. لو عملت اي حاجه حلوه قبل الفطار او مثلا من الدور كده هتلخم فيها وايه، وهنسى
الفطار او اتأخر على الفطار. بس كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامة.